إذا كما شاهدتم اليوم فعاليات حفل ختام الطابعة الرابعة للقافلة الوطنية الشاب فكرة انطلقت شهر أبريل بالجزائر العاصمة، جابت 7 ولايات من ولايات وطننا، تنظيم لقاء أيضا موجه لأفراد الجالية المقيمة بالمهجر. الرسالة دائما واضحة، هو استقطاب الكفاءة الجزائر بالمهجر. ثانيا دعم الشباب المتواجد في كل ولايات الوطن للاحتكاك وأيضا لتمكينهم للولوج إلى عالم المقاولاتية. القوانين موجودة، الإرادة السياسية موجودة. أعتقد أن هذه المبادرات المجتمعية تصب في فحوى هو خلق ذلك الفضاء المحلي الجواري وين نخاطبوا الشباب الجزائري في كل ولايات الوطن. كما على بالكم اليوم الجزائر هي القارة الجغرافية، في كل ولايات من ولايات وطننا فيها فرص استثمارية، فيها مقومات اقتصادية، وجب علينا أن نقدموها إلى الشباب الجزائري من أجل أنه يطور الفكرة ديالو كي تصب في واقع اقتصادي اللي في الأخير الهدف هو تأسيس أكبر عدد ممكن من الشركات الاقتصادية الجديدة، تكون مصغرة، تكون ناشئة، ولكن أيضا تستقطب العقول الجزائرية البشرية من أجل الاستثمار في عالم الاقتصاد المعرفي. نحن في البداية ولكن مشينا مشوار كبير، ولكن إن شاء الله بدعم كل الفواعل الاقتصادية الرسمية وغير رسمية أعتقد في السنوات المقبلة سنعيش ثورة اقتصادية يقودها الشباب الجزائري.